صباح الخير وصباح الجمال، وشوفوا الأحفاد وحفيدتي الجميلة بترتب معايا وبتنظم معايا. ما غزولي لا يومين ما قاعد تمشي المدرسة. أنا مريضة، بترتب لي البيت وتنظم. ما شاء الله بتساعدني. يلا شيلي الحاجات دي وديها الجاربش. Okay. يا غزول ملاك حتمشي المدرسة إلا غزل. وديها يروح. اوكي مع داوود. اوه سارة، انت داوود ما شال الايباد بتاعه؟ دي اصلا الحته ديكا شايفينها ديكا، الترابيزه ديك بخد فيها الشنط تحت المدرسه والكوتات والحاجات زي دي. بس اوكي. دايرة افتح العلبة تحت الصلصة دي، مع انه المفتاح باظ مني. يلا ما مشكلة. شوفوا انا بغسل الحيضان كويس جدا جدا بالصابون. بعد اخلص منه هذا الصابون بقوم باخد خل وباخد كربونات الصوديوم، كربونات بدعكه وبمصمصه وبكب فيه مويه وبكب فيه خل. ده للدجاج بغسله انا بالطريقه دي. لازم اغسله في الحوض. يعني هسه في ناس حيجوني يقول لي لا مو تغسلي في الحوض، غسلي في شنو، غسلي في كوريه كبيره. انا ما عندي كواري كبيره، حتى لو عندي كواري كبيره ما بتغسل كميه بتاع الدجاج. عرفتوا؟ انا اصلا غريبه. طب دي افخاذ يعني، يا افخاذ. قريبا طلعته من بالليل في الحوض برا في الجراج من الفريزر على اساس انه يسيح. ما لقيته صح طبعا، لانه الجو بارد عندنا فريزر اصلا هون.
هحطه هنا يتفك على راحته، اللي هيتفك معاه الخل. انا بكون كمية كبيرة بتاعت خل عشان الخل طبعا كلكم عارفين. اعمل نفسي انه انا اللي عارفه وانتم ما عارفين، لا عارفين كلكم، الا هو كلام بس بيتقال. بكب الخل وبخليه معاه بفك براحته. وبوريكم انا لو طبخت الدجاج، ما عارفه انتوا شايفيني ولا شايفين الصندوق؟ اوكي ما عارفه، دقيقه يمكن تكونوا شايفيني كده. اوكي دي صدور بتاع الدجاج برضو طبعا فريزر كله طلعته. وانا ذاتي ما عارفه ليه دخلته الثلاجه، والله ما عارفه لانه الجو بارد. لا لا سارة ما مشرب يابا، مش كده عشان كده دخلته. تلفوني؟ ما شايله ملاك؟ غريبة ما قلت له يتصل عليه. والله جزاك الله خير يا سارة في الخبر كنتي وليدة. ما كان عندي سارة طلبت حاجات لأولادها بالليل. Snow pants and inside the bag. بس بحطه هنا وبخليه يتنقع على راحته. هنا ما عندي اللي بقفل بيها الموية عشان كده عند واحدة. أخلي ده أسعد يبدور مع الخل. محمد طلعت snow pants inside your bag. محمد ماشي وين؟ ماشي معايا. وين؟ الليلة يا سارة سمية هسه بتكلم فيني قالت لي عندك مواعيد بكرة الساعة 10 بتاع الهناي. انت كلمتيها؟ اها بس هو مش عملوه ليه المرة اللي فاتت يا سارة؟ ما قال لازم تقومي تجي تاني تتذكري؟ اجي تاني طيب في نياجرا فورس ولا وين؟ بس حظهر ده في المكان اللي مشيتيه آخر مرة. نياجرا فورس تقريبا. لا لكن نياجرا فورس ايوه نياجرا فورس. نو هوسبيتال. الهوسبيتال ده صح؟ ها؟ اللي هنا ده. يا أختي go put your snow pants inside your bag. اوكي محمد انت ايش ناسا؟ ما حاخده معايا الليلة. اوكي. قاعدة ناشف، انا ما اعرف كيف بيدوا الناس الحاجة دي فيتامينات سارة حقت الصباح. الله يحفظك يا سارة ولدك يا You okay? What's happening? Just put your lunchbox inside your bag. سارة ده جنزبيل. ده جنزبيل وشنو؟ لا ده ما جنزبيل. ماكا ما أعرف ماكا شنو صباح الخير محمد. حكيت لي سارة ولا لسوية؟ حكيت لك انت ولا لسوية يا سارة؟ بس كويس للجيم وبيساعد. طالعين من البنك. ايوه لك انت طالعين من البنك دقيقة لو اوريكم كيف. طالعين من البنك وقام في ممشى كده ده صغير ما فيه تليك كتير.
عارفين؟ وانا ومحمد ماشيين، محمد دايرني امشي في الممشى الما فيه تلج كثير، وانا دايره محمد يمشي في الممشى الما فيه الما فيه تلج. عرفتي؟ بقينا اللي ماشيين كده وماشيين في التلج. أحلالكم. فشي قلت سبحان الله، هو راتي ليا وانا راتي عليه. When you take it off, it's going to bleed. انت ده المشكله وانت ولا حزانه. لا في واحد تاني وفي حق أطفال. عزة دي لما تجيب بتجيب للعائلة الكريمة كلها. ايوه عزه ما شاء الله. يا اخي انت يا بتسرع وتسرع. عيد ميلاد فين؟ 8/2 احمد يعني؟ احمد عزة بتهتم بالحاجات دي، بتجيب الفيتامينات، بتجيب العناية وما Are you ready? I Yeah. have to go. Let's go. ماكا ده زي الكرياتين، بيساعد في عارفين كيف الناس بياخدوا، إذا الناس عارفين كرياتين كرياتين ده يلا هو مش بيساعد في نمو العضلات الناس بيمشي. فده زي الكرياتين ده لما تمشي الجيم بيعمل طاقة. طاقة وبيساعد في نمو العضلات. العضلات. طيب في شنو الرسمة دي الماكا عشان دي أنا ما يجيبوها؟ عارفة اسمها شنو بالعربي، لكن هو نبات اسمه ماكا. ده مع العناية صار النبات صيني ولا حاجة؟ ما بنجر؟ ما بنجر؟ لا وده بجيب لك الاسم. عزة حق عزة ده خضار، ده فيه مانجا برضه مش؟ هو بطعم المانجا وفيه الحاجات دي، لكن أكتر اسمها شنو؟ فيها خضار، فيها بروكلي، فيها كيل، بلوبيري، سبينج، جينجر. شكرا سرورة الدكتورة. شوفي دكتورة سرورة الدكتورة. دكتورة المرة اللي فاتت وكنت بكيتي كانت قالت لي هي بنتك ولا انت بنتها؟ دكتورة باي ملاك. No! Don't pass first! كده لا ملوكة شوف شعرك، ملوكة شوف شعرك، ملوكة. وي 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 من الجمال، وي من بيت أتوا. طب شطاس أتوا. الشطة ماما نانا. أنا ناديها تجي تفك الشعر دي أنا شايلة همه. ملوكة عيانة طبعا. سارة ضبايز. Oy, 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 بس تجيب الماركة دي ذاتها يا سارة. I thought you were ready, Maya. سارة حتمشي وين؟ كنت تسوقيني معك يا سارة. يا سارة تنزليني في دكان العرب وانت ماشية تتريضي. اوكي ها؟ اوكي، لكن دي عندها مدرسة وده عنده شغل. اوكي. لا انت لو كلمتيني الصباح انك انت الليلة. بس إذا لابسة حاسة البسي جزمة وجاكيت. وعارفة دايرة امشي المحل داك جنب محل الرياضة بتاعتك، عندهم الصواني بتاعت الفرن بتاعت القزاز اللي بتكون غريقة يا سارة، ما بتكون الحافة حقتها زي دي. الحافة ما بتكون صغيرة زي دي، عيني ما بتكون الحافة زي دي، بتكون الحافة طويلة كده، يعني لو تعملي فيها أكل وهناي في الفرن الأكل ما بيتدفق. اوكي اخي بس وقعها اني خليتها تقعد. We're very late. Don't put it like this. We're very late. He's very late to work. They're gonna kick him out of work. I thought you were ready. That's why I let you stay longer, because I thought you were ready.
اعمل شنو هسه؟ امشي ولا اخليه توديني؟ بكره مع مواعيدك. اوه بكره بس بدك اتاكد مش تلفي. والله العظيم. اي اوكي شاهدين؟ شاهدين يا جماعه، كله كورة. بيت تاكسي. كله بيت تاكسي. كله بيت تاكسي. انت حننزل في المستشفى لانه انا عملوه ليا في المستشفى. ايوه. بس عندي ورقه وعندي حاجات زي دي. هو لما ادوكي مواعيد بس عليك تجيبي الهاوس كارد. هم؟ اذا عمل لك مواعيد بس عليك تجيبي الهاوس كارد. طيب ما تطلع وبيجي عربيتك من هنا. يلا يا بابا. Leave the door open again. عارفه ملاك حتملك رعيها التلج وحتجي تطلع في العربيه. يلا يا ملاك. ادخلي تعالي ادخلي العربيه. يا Close door. احمد ملاك تاخرت. باي مامي. I love you. Thank you. look at جميلة. كل زول جنبه كوم بتاع التلج. بس لو جات مطرة كله بدوب كله. لا 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 يوكل كله غزل ادخلي ملاك. أوريكم سرورة دي. سارة دي من صغيرة مع السلامة سرورتي. سارة دي من صغيرة بتحب الأغاني والرقص من هي طفلة 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 ما بتمشي. عارفين ما نشغل موسيقى في البيت هي بتكون قاعدة وبتكون بترقص عكس يا أخواتها. شوفوا التلج كيف. شفتوا سارة من هي بيبي قاعدة ما مشت ما نشغلوا موسيقى هي بتكون قاعدة كده وبتكون بترقص. يعني أسعد دي يا سارة في أخواتها هي الرقاصة. لو في حاجة يقولها سارة تعالى ارقصي. زي اليوم داك هي بترقص وما عارفة نفسها بترقص. سارة سوية بتصور فيها. الله يحفظهم يا رب ويجعل العين ما تنزل دمعة طلع عليكم يا رب العالمين. يديكم الصحة والعافية ويرزقكم رزقا حلالا طيبا. الشتة دي جميلة جدا جدا. لو اشتريتوها من كوسكو ب$11 وحارة حارة يعني حارة
بجد لذيذة جدا. شفتوها؟ دي لذيذة. اوكي المهم سرورة الله يحفظها والله يغطيها والله يجبر بخاطرها يا رب العالمين. كيفكن؟ إن شاء الله طيبين. صبحكم الله بالخير والنور والسرور يا رب العرش العظيم يا مالك الملك. يديكم الصحة والعافية. زي ما قلت لكم الدجاج طلعته من بالليل في الفريزر، من الفريزر على أساس إنه يسيح. لقيته لكم لوح بتاع تلج، خطيته خطيت له الخل. وهوريكم أنا بقطع الدجاج كيف. زول بيعرف يقطع الدجاج إلا يعني أوريك. ليه بناتي ممكن يكونوا ما عارفين. بقطع بالسكين دي وعندي ساطور بس وين ما ده الساطور ده. أول حاجة الدجاج زي ده الفخذ الكامل. أنا ما بحب أطبخ الدجاج لو عملت دمعة ولا حاجة زي دي في البوتاجاز بفوق. ما بحب أكون أعمل الدمعة ويكون هنا. بحب أقطع الدجاج، أقطعه صغار 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 صغار، عرفتوا؟ وبخده في أكياس. بعد أغسله هنا بخده في أكياس وبخده في الفريزر للطبيخ للدمعة. دايرين تعملوا حاجة كده سرعة سرعة في البوتاجاز بهنا لذيذ. صغار صغار كده ده أحسن من إنه نعمل الرجل طويلة كده. ده أنا قليلة أعملها بس مرات يعني مش مرات أكتر شي بقطعه. المفتاح باظ بتاع الصلصة باظ، دي المشكلة. وبطلع منه الجلد و يعني المهم أنا ما كان تقريبا ما كان غالي الكرتونة بتاعت الدجاج. دي الصدور دي الصدور دي الصدور ما متأكدة كانت بكم. فيها 5 كيلو. هنا ما متأكدة كانت بكم. أنا متأكدة الأفخاد كانت بكم 30. أنا جبت كرتونتين. أنا أصلا بجيب كرتونة واحدة وبجيب كرتونة واحدة بتاعت الصدور. بس دين اللي بجيبهم ممكن يقعدوا معي شهر كامل. لأنه بجيب اللحمة المفرومة برضو بستخدمها لكفتة لحاجة بالبشاميل. طبيخ فيه لحمة مفرومة. لأنه أنا أحمد ما بياكل اللحمة المفرومة، ما بياكل الحاجات دي. يعني مرات بحاول إنه أطبخ بدون حاجة كده. ده لو في حاجة كده بحبوها كلهم ياكلوها سوا بطبخها. وبجد والله أنا بطبخها بدون لحمة. هم الزور بتطبخوا شنو طبيخ. والله يا اخواننا اقسم بالله العظيم انا بحن على الناس اللي بيكونوا بخطوا البصله في النار ويحمروا 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 ويحمروا. بعد يتحمر لهم يكبوا لها المويه ويجيبوا المفركه تك 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 تك. ده وقت ما في وقت. باكن بودر ربع معلقة على حسب البصل بتاعك، ربع معلقة بتدوب لك الحلة. مجرد ما خطيت البصل وبدأ خلاص في التحمير تخطي الباكن بودر. خطيت ربع المعلقة بتاعت الباكن بودر ده وانت بتحمري في البصلة بتاعتك بتلقي من تحت بقى في كراميل. يعني البصلة دي بقت تمسك من تحت كده. ده اللون الأحمر اللذيذ بتاع الشيا ده زي بتاع الشيا. بس تكبي لها المويه دقيقة دقيقتين بتكون البصلة ذابت خلاص. ما بضيع وقتي في هنا. أنا من صغيرة هسه أنا كبرت عيلة. من صغيرة أنا بستخدم الباكن بودر. وأي زول بيقول لي الأكل بتاعك لذيذ والأكل بتاعك حلو أي حاجة استخدم الباكن بودر.
سهلوا الحياة. ما هو الموضوع البصلة لا ما خدت لا باكنج بودر، الباكنج بودر بيطلع الطعم، بغير الطعم. كيف هسه عم نعمل كيك الباكنج بودر بس خلينا في الأكل. معلش الكربونات بتظهر تخلي لك الطعم بتاع الطبيخ ما طبيخ. بس الباكنج بودر زي ما تعملي كيك، زي ما نعمل فطاير، ما فيه طعم، حاجة لذيذة وخفيفة كده ده، وبتخلي الأكل حلو. والتاني تاني شيء بس بالنسبة للناس، بالله عليكم الله، الناس اللي بتحضرني هنا في سنكاسر، بالله عليكم الله، بالله عليكم الله، أكان شباب، أكان بنات، أكان نسوان قدري، أكان أصغر مني، كان في عمري، والله أقسم بالله العظيم انتو ما ضبطوا إيدي، ما ضبطوا نفسي أنا في الطبيخ وفي الأكل كيف عليه ياتو مستوى. أنا ما بقول الكلام ده للبيوت فيها أسرة وفيها ست بيت وأي حاجة، لا أنا ما بتكلم عن دين، أنا بتكلم عن العزابة، بتكلم عن الشباب الطلبة. أطلبوا مني، يعني أطلبوا، بتلقوا رقمي، شيلوا الرقم بتاعي واتصلوا علي. أول حاجة حتلقوا أكل لذيذ جدا 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 تستمتعوا به كأنه عاملاه أمكم في البيت. أكان أكل، كان حلويات، أكان كيك، أكان بسكويتات، يا حالات المعمول عندي أنا، يا حالاته. وثانيا أنا من المرة الجبارة، الداهرة الربح السريع، الداهرة شنو اللي بتعلي سعيرها، لا ده كله ما عندي أنا نهائيا. أنا عندي أهم حاجة تجربوا الأكل بتاعي وتذوقوا الطعم بتاعي وبأقل الأسعار، بأقل الأسعار، لأنه المرة الشاطرة في التجارة ما تعلي سعرها نهائي، ما تعلي سعرك. استفيدوا من الكلمة دي لأي واحد دايرة تعمل بزنس، ما تعلوا سعركم، خلوا سعركم معقول، لأنه ما في حاجة بتخسروا فيها. طول ما إنه المرة بتشتري حاجاتها بالجملة وبتجيبها بالجملة ما فيها خسارة نهائيا. يعني كان صلصة، كان زيوت، كان خضار، كان حاجات زي دي، لا المرة بتعرف تشتغل، والمرة بتعرف إنها تدير البزنس كيف. بس أنا ما بهم عندي أسوي، المهم عندي إنه أنتوا تذوقوا الطعم، ومن تذوقوا الطعم أنتوا براكم بعدين بتعرفوا تقيموا. بالله عليكم الله، جربوا والله العظيم. أنا لو في السعودية كنت بقيت مليارديرة، إلا مشكلتي شنو؟ ممكن أكون إنسانة عندي وضع في السعودية، بس في حاجات تانية ما حيكون عنده وضع. والحياة ما فلوس، الحياة فيها حاجات تانية أهم، إنه أولادي يدرسوا في جامعات، يتخرجوا من جامعات معروفة، يكون عندهم الجواز، يتخرجوا ويمشوا يشتغلوا في أي حتة. الحتة دي هنا ده بتغيمهم شوية أكتر من الدول العربية. الدول العربية دي تقعدي عمرك كله في النهاية ما في حاجة لك القروش ممكن. بس العلبة عنده مفتاح منه، ما هي منها. بقول للشباب تعالوا ليا، ما حتندموا والله، بيتي مفتوح اقسم بالله العظيم. حتى لو انتوا يعني بقيتوا تتعاملوا معايا يوم من الايام، واحد فيكم ظروف قروشه اتاخرت، ما عنده مصاريف، عنده بيت بيجي يشيل منه الاكل وياكل ويشرب، اقسم بالله العظيم. يعني في حاجات بس
أخواتي بنياتي وليداتي وسمو أخوي، عيني ما تنزل دمعة على اسمه يا رب العرش العظيم يا مالك الملك. سمو ده عيني ما تنزل دمعة عليه طول ما أنا عايشة. يكون الصحة والعافية. وارحم بنيتي رباب لو ماتت، ولو حية يرحمها، ويشفي أخواتي، يشفي نعمات، يشفي ابتهال، يشفي أم محمد، يشفي أختي سمية، يشفي كريم، يشفي أم عبد الرحمن يا رب العرش العظيم، يشفي أختي لطيفة، ويشفي جناها يا رب العرش العظيم، ويشفي كل مريض بيتألم، ويشفيني ويشفي أولادي، ويعافينا ويعافيكم، ويستر علي وعليكم، ويسعد بنياتي وبناتكم يا رب العرش العظيم. عيننا ما تنزل دم على جنى علينا ولا على حبيب بنعزه بعزنا، عيننا دي ما تنزل دمعة عليه إن شاء الله يا رب العالمين. وبنيتي الدايرة النجاح ربنا ينجحك، وكمان متزوجة ربنا يديك ود الحلال اللي خاف الله فيك وتخافي الله فيه. يسعد بناتنا يا اخواننا يا رب العالمين، ويسهل امركم، وبالله عليكم الله يا اخواننا. ادخلوا عليكم الله، ادخلوا على اخواتي في الجروب بتاع سمو والغير في الجروب بتاع سمو، ادخلوا عليهم ادعموهم. انتوا بتلقوهم كده ده عاملين لي كومنت او هنايا ايوه كومنت، ادخلوا بس دوسوا الكومنت كده بتلقوهم، عملوا لهم اشتراك وعملوا لهم لايك وعملوا لهم كده وقولوا لهم احنا جايين من طرف بنت الحبار. الله يسعدكم يا رب. انا سبحان الله اللي بيكون محتاج بشعر بالغيره، إلا اللي ما محتاج ما بشعر بالغيره. أنا بشعر بغيري، بشعر بأخواتي، أنه كلهم محتاجين. الواحدة فاتحة قناة عشان يجيها أي حاجة، يجيها أي شيء، ونحن ما من الناس اللي عندنا أرباح ولا عندنا حاجة زي دي، ما عندنا. بس هو الحمد لله شهر رمضان جاي بينزل لنا فيه الخير، بينزل لنا فيه الرحمة. و تعبت. أنا دي الصلصة بجيبها من فريشكو. الصلصة دي منها علب صغيرة فيها طابقينك، بس ما عارفة كم حبة، علة كتيرة بكموا 30 تقريبا، ودي $9 وحاجة، يعني دي كويسة. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا بحط الصلصة هنا، يعني مجرد ما تفضى عندي علبة بخليها، بكب معقماها مغسلاها وأي حاجة، بس بكب لها شوية بتاع زيت وبحط فيها الصلصة حقتي وبحطها في الثلاجة. أما بالنسبة للدجاج موضوع طويل، كان نفسي قطعوا معاكم أوريكم التقطيع حقتي أنا، من تعملوا دمعة ولا تعملوا حاجة بالفرن، حاجة بالهناي، اعملوا الدجاج الهناي. إلا لو دجاج دمعة ولا حاجة زي دي ولا أي أكلة لذيذ إنه يكون مقطع. بس خلاص دايرة أعمل شوية بتاعة معمول، عملته معاكم كتير، أفتكر ما في داعي. ما شافوا نجي في الغناء أو يقول لي اعمليه، أنا بعمله له. دايرة أعمل شوية بتاعة معمول، لأنه المعمول طالباه عزة عندها شغل في حتة تقريبا نص ساعة مننا هنا ده، وبتشيله في علبة كده ده وبتخليه، يعني كان جاعة كان معاها صحباتها عندهم حتة بيقعدوا فيها كده ده، كل واحدة بتكون جايبة حاجة وكده ده، هي بتجيب المعمول وبيطلبوه بلا سمية عزة جيبي لنا معمول وكده حق أمك، لأنهم كلهم خواجات.
المهم بياكلوهم تستمتعوا بيه. وها قلت أعمل لها علبة وأخلي الباقي لينا نحن. يلا أنا استودعكم الله، ربنا يحفظكم وربنا يجبر بخاطركم وربنا يرزقكم رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين، ويسهل أمركم وأمري كافة المسلمين والمسلمات. خفف سعد بناتي وسعد بناتكم يا رب العالمين. كل يوم تعالوا لي، كل يوم عندي حاجة ليكم على حسب استطاعتي. والله حفيظ. السلام عليكم. واختي سمية العين ما تنزل دمعة. السلام عليكم. الله حفيظ.